بركاته حبايب قلبي في الله. وحشتوني كتير يا حبايب قلبي، ومحتاجه منكم اللي كنتوا تدعولي. انا دلوقتي يعني بقالي بتاع اسبوع كده خلع ضرس العقل ومتخيط وحالتي بالبلع، ومحتاجه منكم بس دعوه حلوه كده يا حبايب قلبي. متنسوش بقى تدعموني بالله عليكم. وجايبه لكم طريقه الكبده البلدي بتاعتنا الجميله كده، جايبه لكم يا حبايبي ان احنا ايه نتبلها ازاي، ونشوف معانا هنعملها ازاي. خليكم معايا يا حبايبي. اول حاجه هنحط معلقه كبيره من الثوم، ماشي، لان انا هعمل كيلو. ماشي يا حبايب قلبي. وهنحط الليمونتين، ماشي، انا غسلاها بليمون برضو، ما حطيتش خل عشان ايه، عملت الليمون دوت عشان يشيل الزفاره منها اهي اهو. ماشي يا حبايب قلبي، متنسوش تدعولي بالله عليكم. وهنحط حبه خل صغيرين مش كتير، بتاع معلقه صغيره كده، ماشي يا حبايبي. وهنزل بقى ايه بالتوابل بتاعتنا. معلقه ملح، معلقه كمون كبيره، ماشي، معلقه كزبره ناشفه. انا مش عارفه الصوت واضح ولا لا، بس ان شاء الله يطلع واضح. ماشي يا حبايبي، كده حطينا ملح وثوم وكمون وليمون وحبه خل وكزبره ناشفه اهيت اهو، ماشي. عندي بهارات، 7 بهارات، هنحط حبه صغيرين اهو اهو. هي الكبده مش عايزه ده كله، قال ايه حاجه بسيطه خالص من كل حاجه، يعني ايه من كل حاجه شعره كده، ماشي يا حبايب قلبي اهو. شايفين المنظر الجمال؟ هقول لكم بقى على تكايه حلوه جدا بتخلي الكبده في مرحله تانية خالص، في حته تانية خالص. يلا نشوف هي ايه. معلقه طحينه بتخلي الزفاره تروح. بصوا اهي، معلقه طحينه. يا على الجمال وعلى الطعامه وعلى الحلاوه، مش قادره اقول لكم. بتخلي الكبده في حته تانية خالص، اقسم بالله في حته تانية خالص، وعن تجربه. انا ما بقولش على حاجه غير لما اكون عاملاها اهو يا حبايبي. وهنزل بقى بالكبده بتاعتنا. عايزه تحطي اي توابل تانية حطي، توم، بصل بودر، توم كده، اي حاجه حطي على حسب ما انت بتحطي، بس انا بحب التوابل دي فقط. هي الكبده عايزه كده بس، ماشي يا حبايب قلبي. هنزل بقى ايه الكبده بتاعتنا كده واحده واحده ونغرقها كده اهو. انا طبعا اهو، بصوا حبايبي اهو. انا طبعا لما اجي اطلعها بقى هطلعها براحتي زي ما انا عاوزه اطلعها. ليه بقى؟ لان انا ممكن اعملها عصافيري فبقطعها صغيره، ممكن اعملها شرايح بالرده اعملها برده نفس الحوار، ممكن اعملها مشوي تبقى نفس الحوار، ما كنتش ما قطعتهوش. ماشي، انا سايباها زي ما هي كده اهي. هنحطها في التتبيله بتاعتنا الجميله ديت اهو، هنفضل نقلب كده فيها اهو. بس هو دوت الكبده بتاعتنا والتتبيله الجميله بتاعتنا اهو. شايفين جمالها عامل ازاي؟ وهحطها بقى في الفريزر، وقت ما هعوز بطلع الكيس. كنت عايزه اعمله عصافيري بقطعها عصافيري على حتت صغيره. لو عايزين اقول لكم لما اطلع العصافير اعملها ازاي، والله بعملها زي المحلات وهي بتطلع خرافيه. وانا قبل ما انضفها، قصدي قبل ما احط عليها الليمون ولا الحاجه، انا بشيل كل لو فيها مثلا زيادات حته جلد او حاجه بشيلها وبخليها نفس الحوار كده اهو. واطلعها بقى يا حبايب قلبي، مش قادره اقول لكم على جمالها. المعلقه معلقه الطحينه دي بتدي طعم فوق الخيال، وبتودي الكبده في حته تانية خالص، ولا بقى في زفاره ولا في اي حاجه خالص. جربوها بنفس الطريقه ديت يا حبايب قلبي، والله العظيم هتعجبكم جدا جدا. مش هتبطلوا تعملوها بالمنظر ده وبالحلاوه دي، ووقت ما هتطلعوها هتلاقوها جميله جدا جدا جدا. بالله عليكم ما تنسوا تدعموني، وما تنسوش تدعولي، ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. ما كنتش طولت عليكم الفيديو حبايب قلبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي في الله.